الحياة سعادة وأحلام، خير وسلام، الناس ينعمون بالماء الوفير، والحياة الهنيئة يفرحون ويلعبون وينشغلون، فماذا جرى بعد ذلك يا سادة يا كرام؟ لا 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 لا. أهلا أمي، كيف حالك؟ ماذا تطبخين اليوم في الفطور؟ نعم، أنا أنظف المنزل وسلطة بالخيار. نعم. يا ويلي، لقد تركت الحنفية مفتوحة. كفاكم، توقفوا عن هذا، لم أعد أحتمل. من هنا؟ من أنت؟ من الذي يصرخ هكذا؟ أين أنت؟ أنا هنا. من أنت؟ ألا تعلمون من أنا؟ أنا قطرة ماء. وماذا فعلت كي تغضبي؟ نحن نقوم بالأعمال العادية اليومية، ننظف المنزل، نسقي مزروعاتنا، ننظف أسناننا ونتوضأ. هل هذا عيب؟ لا، ليس عيبا، ولكن ألا تلاحظون أنكم تهدرون الماء؟ نحن؟ نعم، تسرفون أكثر من اللازم عندما تتركون الحنفية مفتوحة والماء المهدر طوال الوقت. وما الذي يزعجك في ذلك؟ ما الذي يزعجني؟ ألا تعلمون أن هناك شحا في الماء؟ أضحكتنا. ولما الضحك؟ لأنك تخدعيننا بهذا الكلام. لا أخدعكم. بلى، بلى. ستحتاجون إلى الماء يوما ما ولن تجدوه. يا إلهي، الماء ضعيف. من الذي أوقف ضخ الماء؟ لقد توقف تدفق الماء. هذا ما كانت تحذرنا منه، قطرة الماء. ما هذا؟ لا أجد قطرة ماء. أين الماء؟ أين ذهبتم بالماء يا بنبشي؟ سامحكم الله، سامحكم الله. وأنا ماذا فعلتم بي؟ أنا الشجرة التي تحميكم من أشعة الشمس. انظروا، لقد جفت أوراقي وذبلت ثماري. أنا اليوم عطشة. أنتم السبب يا بني الإنسان، أنتم السبب. رأيتها، لقد رأيتها بأم عيني. وماذا رأيت؟ غيمة كبيرة في السماء، غيمة محملة بالمطر. لا، لم تمطر. بلى، سيأتي المطر. قطرة ماء. سيأتي المطر إن شاء الله، لأنكم تعلمتم أهمية الحفاظ على نعمة الماء. نعم، أنا الحياة، فإذا ذهب الماء انعدمت الحياة. تعيش قطرة ماء. أحسنتم يا أبطال. ماذا قدمنا اليوم؟ قدمنا مسرحية تنبيهية. هنيئا لكم. أحسنتي بنيتي، أحسنتي. نحب الماء.